يا مساء الجمال يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ انا نرد افلام، والنهارده جاي اكلمك عن فيلم المشروع اكس بدون اي نوع من انواع الحرق، وهو اخر افلام كريم عبد العزيز في تعاونه المستمر والطويل مع المخرج بيتر ميمي. احنا قدام فيلم ضخم جدا جدا ومن انتاج مصري خالص، ولكن عندنا حاجات كتيره عايزين نتكلم فيها. فدلوقتي خلينا نبدا الريفيو. قصة فيلمنا باختصار بتحكي عن عالم الآثار يوسف اللي بيحاول يكتشف غرفة سرية في الهرم الأكبر اللي هو هرم خوفو، ورحلته دي هتاخده لإيطاليا لاختراق أرشيف الفاتيكان وبعدها للسلفادور عشان يكمل مهمته في رحلة طويلة هيعاونوا فيها ياسمين صبري بشخصية مريم الغطاسة، وإياد نصار في شخصية آسر صاحب الفلوس والنفوذ واللي بيدعم الرحلة دي، وأحمد غزي بشخصية مورو الشاب الصايع اللي بيسلك في أي حاجة ده. ودي كانت قصة فيلمنا باختصار وبدون أي حرق. شوف يا حبيب اخوك، لو صناع الفيلم وهم بيكتبوه حطوا الفكره الرئيسيه كده قدامهم اللي هو عالم اثار وغرفه سريه في الهرم الاكبر وهنروح الفاتيكان والسلفادور وغواصه وبتاع، الفكره لوحدها مبهره ومليانه فرص انها تطلع لنا فيلم غني وحلو فعلا. بس مش ده اللي حصل بالظبط، وده اللي انا جاي اكلمك عنه بالذات في ريفيو النهارده. اولا، الفيلم من تاليف واخراج الدكتور بيتر ميمي، واللي هو مش نقطه قوته الكتابه خالص، ولذلك خليني ابدا باضعف نقطتين في الفيلم وهما الإخراج والكتابة. بيتر ميمي قال إن المشروع ده عنده من سنة 2018، يعني مشروع فيلم المفروض إنه أخد وقت طويل في الكتابة فيطلع لنا بجودة كويسة، والفيلم بقى طلع عكس ده تماما. يعني عد معايا، الفيلم بيطرح أسئلة وما بيجاوبش عليها، وكل القرارات اللي في الفيلم مش منطقية ولا مبررة. يعني الفيلم لو بياخد 10 قرارات 8 منهم مش مبررين ولا منطقيين، وده غير إن الحوار ضعيف جدا. وترتيب الأحداث في الفلاش باكس اللي المفروض تحكي لنا عن بطلنا يوسف اللي عامل دوره كريم عبد العزيز، الترتيب مش مريح لطريقة السرد ولا مخلينا قادرين نعرف بطلنا أو نتعاطف معاه. وحتى كتابة الشخصيات مش مفهومة، يعني هو عالم آثار ولا مرتزق؟ إيه الباك جراوند بتاعته اللي تخليه يعمل كل ده؟ وليه اياد نصار الشخص صاحب الفلوس يشارك في كل المخاطر دي؟ يعني معروف ان صاحب الفلوس قوته انه صاحب الفلوس عشان ما يشاركش في كل ده. هنرجع تاني للكتابة والاخراج، بس خليني دلوقتي اكلمك على حاجة من الحاجات الكويسة في الفيلم. الفيلم على المستوى الانتاجي فهو محترم جدا ومصروف عليه كويس، يعني هو اول فيلم عربي هيعرض بتقنية اي ماكس، والفيلم اتصور في مصر وايطاليا وتركيا واسبانيا. وكون ان الفيلم كويس في الناحية الانتاجية فده انعكس عليه في المشاهد اللي شكلها حلو والالوان، فبصراحه دي كانت من النقاط القليله الحلوه في الفيلم. بس نرجع تاني، هل تم استغلال اي حاجه؟ لا خالص، ما تمش استغلال اي حاجه من اللي قلناها دي. وبعدين يا عمنا، هو ده بجد منظر ارشيف الفاتيكان؟ يعني بجد ده منظر اكبر واهم واكتر مكتبه سريه في العالم يا راجل؟ ده لو مكتبه الطفل كان هيبقى شكلها احسن من كده. ده غير ان المونتاج كان بيقطع المشاهد في حتت غريبه وقطعات مش مريحه نهائي. بس برضه ده ما يشيلهوش المونتاج 100%، لانه يرجع للكتابه السيئه للفيلم. بص، هو اي حاجه وحشه في الفيلم هترجع في الاخر للكتابه الضعيفه للفيلم. وفي حاجه مضايقاني برضو، المفروض ان كان في بعض المشاهد كده يتعمل لها هايلايت، وانا كمشاهد احس بالتوتر او حاسس ان انا مترقب حاجه تحصل. وده المفروض يعمله 3 عناصر: المخرج والموسيقى التصويريه وكتابه المشاهد. وكان في فرص كتيره في الفيلم يحصل فيها حاله التوتر والترقب دي، بس كالعاده طبعا كلها ضاعت في الاخراج الغريب والموسيقى التصويريه اللي كانت محتاجه تكون اقوى من كده. والاهم طبعا والسبب اكيد اللي انت دلوقتي بتقوله وعارفه، ضعف الكتابه. انا ابتديت احس يا حبيب اخوك ان انا في سؤال بما تفسر اللي كان بيجي لنا في اعدادي ده، اللي هو اي حاجه نقوم كاتبين لضعف حكام الاقاليم. اصل بجد يعني في فيلم زي ده الكتابه الضعيفه ضيعت الفيلم. فيلم زي ده كان ممكن يكون فيلم عالمي. الفيلم فيه جرعه كوميديه مقبوله، بس اخر حاجه كان ممكن اتوقعها ان اللي يضحكني تبقى كوميديا طالعه من عصام السقا. دي بجد كانت مفاجاه بالنسبه لي، وانا مش بقول كده عشان خايف انه يقفل لي قناتي ولا حاجه، بس هو بجد ضحكني. ومصطفى غريب برضه ظهر كضيف شرف وكان ظهوره خفيف وافهاته حلوه. بس معلش نرجع تاني لنقطه كده، انتوا سالتوا على الحرس السويسري في الفاتيكان على المرمطه اللي مرمطتوها له دي. الحرس السويسري يعتبر كقوات خاصه جوه الفاتيكان. وعموما يعني يا حبيب اخوك، لو عايز تشوف الحرس السويسري وارشيف الفاتيكان فانا برشح لك فيلم انجلز اند ديمونز لعمنا توم هانكس، هناك بجد هتشوف الحاجات دي.
واخيرا بقى في حاجتين عايز اقولهم. ما ينفعش يبقى عندك فكرة فيلم قوية وكويسة زي دي وتروح ساندها لنظريات المؤامرة والماسونية والحاجات دي كلها، لان الفكرة لوحدها كانت مبهرة وغنية، فليه تدخل فيها نظريات زي دي؟ الا لو كان الفيلم ده معمول لدكتور محمود صلاح والامور اصبحت واضحة وامير المغربي وعلم الخيمياء، كنت تقول لي يعني ان انت عامل لهم الفيلم ده من الاول، ما كنتش هرفع سقف توقعاتي للدرجات بدل جو عين وثلاث ستات والحاجات الغريبة دي. واخيرا بقى في حاجة واقفة لي في زوري كده، فيلم ميشن امبوسيبل الجزء الاخير وفيلم المشروع اكس نزلوا في نفس الاسبوع وبيتعرضوا مع بعض، والاتنين فيهم مشهد غواصة، وانا مش بقارن الاتنين ببعض او المشهدين حتى ببعض عشان هتبقى مقارنة ظالمة، ولو ان كان نفسي ان احنا نقارن صناعتنا المحلية بالصناعة بتاعت بره. بس المهم في المشهد بتاع ميشن امبوسيبل بتاع الغواصة كان مشهد مدته تلت ساعة كاملة في سيكونس يخليك كمشاهد اعصابك مشدودة ومتوتر. مشهد الغواصة بقى بتاع المشروع اكس كان سيكونس برضه مشهد طويل وفيه احداث كتير، بس برضه عشان الاخراج مش قوي فالمشهد طلع مضلم ومش مريح للعين، وعشان الموسيقى التصويرية برضو ما كانتش احسن حاجة فالمشهد طلع مش موتر وما يشدش، وعشان الكتابة الضعيفة وترتيب الاحداث والقطعات الغريبة في المشهد فهو طلع كله على بعضه كده ما يخلكش لا تتعاطف ولا تتوتر ولا تزعل ولا تبقى عارف تعمل ايه، هو يعدي كأنه مشهد زي اي مشهد عادي. وفي اللحظة دي تحديدا في الفيلم انا كنت في قمة احباطي من الفيلم بعد ما كنت رافع سقف توقعاتي جدا. وللأمانة يعني الاكشن في الفيلم ما كانش سيء، كان مقبول وكويس، وابطال الفيلم عملوا اداء تمثيلي محترم وكويس جدا مقارنة بالورق اللي هم بيعملوه، والانتاج طبعا بتاع الفيلم كان هو اقوى حلقة في الموضوع ده كله، اما بيتر ميمي فهو كان الحلقة الاضعف. واخيرا تقييمي لفيلم المشروع اكس هو 4/10. انا مش قادر اقول لك هو ريكومندد ولا لا بصراحه، يعني انا فرحان انه انتاج مصري خالص وتصور في كذا بلد وبالامكانيات دي، بس قطعا مش مبسوط بمستوى الاخراج ولا الكتابه. وبصراحه يعني كده نسبه ان اشوف الفيلم ده تاني لما يتعرض في التلفزيون قليله جدا يا حبيب اخوك. وده كان رايي، يا ريت تقول لي رايك في الكومنتس وبلاش شتيمه يعني يا حبيب اخوك. في الاخر كل دي اراء وانا قلت رايي وده فن يعني، عشان انا عاده بتشتم لما بقول رايي في فيلم عربي، فنسال الله التسهيل ومحدش يشتمنا، ويا رب لا القناه ولا الصفحه يتقفلوا. وبس كده يا حبيب اخوك، هتلاقي عمو نرد افلام لو كملنا يعني والحاجات دي ما اتقفلتش، هتلاقيني على يوتيوب وفيسبوك، لايك وسبسكرايب بقى والحاجات الحلوه اللي انت عارفها دي. ولو لقيت ان كل ده اتقفل تعالى لي بقى على البروفايل الشخصي بتاعي، يعني ما انتهت حلول الارض يا حبيب اخوك. وبس كده، سلام عليكم. قفل يا ابني.